السلام عليكم. في واحد صاحبي بيقول لي ان جاي له عرض هنا من الكويت، في مجمع مطاعم، انه يشتغل في مطعم براتب شهري 130 دينار. طبعا ناس كتيره سأل ناس بتقول له لا، 130 دينار قليله، و130 دينار ما تصرف مصاريف شخصيه ليك وحاجات كتيره جدا. المطعم قايل له ان، او مكتب السفريات اللي جايب الفيز دي بيقول له الدوام 8 ساعات، وفي لحد 12 ساعه ده بيبقى اوفر تايم. هنفترض ان الكلام ده كله صح وهيدفع 70,000 جنيه، ده غير تذكره الطيران وغير الكشف الطبي اللي هيكشفه في مصر، يعني تقريبا هتخش في 100,000 جنيه. هنفترض ان الكلام اللي بيقوله له مكتب السفريات ده صح، يعني اي كلام نصب او حاجه، ده كله كلام صح ما فيهوش حاجه. ال 130 دينار دي ناس كتيره قالت له ده قليله. انا هوضح لك في الفيديو ده ان مين اللي يوافق على العرض ده. انا شخص ما معيش مهنه، ما معيش مؤهل عالي، ما بشتغلش في مصر. انا بطلع من البيت على القهوه وقاعد، حتى مصاريفي الشخصيه باخدها من البيت. انا قاعد كده حاسس ان انا ما بقومش باي دور في الحياه، فجالي دوام زي ده في دوله، وهشتغل في مطعم، وهكون ليا مواعيد بلتزم بشغل وهاخد الراتب ده. هنفترض ان انت شخص المطعم اللي انت هتشتغل فيه هيوفر لك سكن، هيوفر لك مواصلاتك، بتاكل في المطعم. لو اكلت طقه في السكن بتاعك فمش هتاكل التانيه، يعني التانيه هتاكلها في المطعم. هنفترض ان موفرين لك كل السبل دي. هنفترض ان انت شخص مش مدخن، يعني هنقول ان انت ممكن توفر لك 90 دينار وتصرف 40. في ناس في هنا في الكويت تقول لي يا عم 40 دينار مين اللي تكفيه في الشهر؟ ده انا بصرفها في 3 ايام. انا بتكلم على الراتب اللي هو بياخده. يعني كل واحد عارف امكانيات نفسه وعارف قدرات نفسه. انا واحد مثلا جاي لي عرض زي ده ب 130، مش هروح اصرف ال 130. نقول ان هو يصرف ال 40 على حاجات كده، مصاريف شخصيه، يكون كان هو يشحن النت بتاعه، كلام من ده. حاجات قليله، السكن على المطعم، الاكل اللي هو بتوفر في المطعم، حاجات كتيره موفرها له المطعم. مش هيروح يصرف ال 130 كلها، نقول ان هو يصرف 40. شخص مش مدخن، مش هتقعد على قهوه، انت هتتنازل عن حاجات كتيره جدا عشان تعرف توفر ال 90. نفترض ان ال 90 دي هتخش في 13 14,000 جنيه. فانا بقول لك وافق على العرض ده لو انت فيك المواصفات اللي انا قلتها، ما بتشتغلش في مصر، معكش مهنه، معكش مؤهل عالي، الحاجات دي كلها. الراتب ده كويس، وافق عليه، ان انت اصلا ما بتشتغلش في مصر. وما تسمعش بقى من كلام الناس اللي تقول لك يا عم ده انا مصرف هنا بالمية في الشهر ومن 150 في الشهر. كل واحد على حسب راتبه. واحد بياخد 500 دينار، فالطبيعي ممكن يصرف له 100 150، هو راجل مقتدر. في واحد بياخد 300 مش هيصرف ال 100، مش هيصرف ال 150. كل واحد على حسب امكانياته، على حسب معيشته، على حسب الدنيا ماشيه معاه ازاي. ما تسمعش الكلام حد، انا بقول لك من ارض الواقع. طيب واحد تاني بيقول لي انا جاي لي عرض من مدرسه في شركه امن. انا لحد الوقت ده انا ما اعرفش شركات الامن فتحت ولا لا، بس نفترض كمان ان شركه الامن دي هتعرف تجيبك من مصر، وهيشتغل امن في مدرسه وهياخد 90 دينار. البوست ده انا شايف حد منزله على صفحه هنا في الكويت، والناس نازله فيه في التعليقات: 90 دينار ده مصاريفي في يومين، 90 دينار مصاريفي في اسبوع، 90 دينار ايه؟ طب وسكنك على ايه؟ طب يا عمي هو بيقول لك انا امن في مدرسه. الامن هنا في المدارس يا جماعه بيكون الامن متوفر لك السكن بتاعك في نفس المكان، يعني بيكون متوفره لك سكن ليك داخل المدرسه، يعني انت ما بتسكنش في مكان. كذلك الامر ربنا بيرزق. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بتاعت ربنا. يعني انت قاعد امن في مدرسه، ربنا بيرزقك. حاجات تانية بقى دي من عند ربنا، مش من عند اي حد. 90 دينار وانت سكنك متوفر، ده كمان مين اللي يوافق عليه؟ كذلك الامر نفس الشخص اللي هو مش عنده شغل، ما عندكش شغل، مش بتجيب فلوس من بره، قاعد في مصر مش شغال، ما عندكش مهنه، مش فاتح شغل ليك لحسابك، ما عندكش اي حاجه، انت قاعد بتصرف مصاريفك من البيت. ولو ما حدش عطاك المصاريف، انت مش بيكون معاك مصاريف. وافق على عرض زي ده، وربنا هيرزقك، وربنا هيصدقك. لو انت عايز تاكل لقمه عيش، ربنا هيقف معاك. طب شخص تاني بقى فاتح شغل في مصر، او فاتح اي مجال ليه في مصر، وبيدخل في الشهر، نفترض انه بيدخل 6000 جنيه بس، العرض ده مش مناسب ليك. هتقول لي لا ده ب 13 او 14,000 وانا بعمل في البلد 6 7000 جنيه. لا، مش موافق ليك برضه، ده مش مناسب ليك. ليه؟ انت ال 7000 ولا 6000 جنيه اللي بتجيبها وانت عايش في مصر، وسط بيتك، وسط اولادك، وسط اهلك، لا، ال 7000 الثانيه دي مقابل كل ده، مقابل كل اللي انت ممكن تعمله فيه ده. يعني ال 7000 الزياده دي مقابل القعده مع الاولاد في البيت. العرض ده مش مناسب ليك. لو هتاخد 250، جاي لك عرض ب 250، اقول لك ده مناسب ليك. ما كل واحد بيشوف اللي مناسب ليه، وهو بيعمل ايه في حياته، وبيدخل دخل كام في حياته. واحد بقى معاه مؤهل عالي، مهندس، محاسب، محامي، كلام من ده، لا، انت العرض ده برضه مش مناسب ليك. ال 250 دينار ممكن ما تكونش مناسبه ليك. ليه؟ انت شغال في مصر وبتدخل دخل كويس في مصر، بتدخل لك 8000 10000 جنيه، فبرضه العرض القليل ده مش مناسب ليك. استنى كمان شويه وممكن ربنا يرزقك بعرض احسن من ده.
ممكن تتاخر شويه بس ربنا يرزقك بعرض تاني احسن من ده. فكل واحد فينا الدنيا دي درجات، كل واحد هو عارف نفسه هو فين بالظبط، ولازم الواحد يشوف نفسه كويس ويشوف نفسه هو فين. انا بدخل دخل ايه، انا بعمل ايه في حياتي، انا الالتزامات اللي عليا ايه. فهتقعد تسمع بقى الكلام الناس، وده مش كويس وده كويس وده، انت شوف نفسك انت بتدخل كام، وده يناسب مع قدراتي ومع الدخل اللي انا بدخله ولا لا. طب الالتزامات اللي عليا هل ده هيغطي التزاماتي ولا لا؟ فما تسالش اي حد في اي حاجه غير لما انت تعمل مقارنه لنفسك، انا بشتغل هنا بكام وبعمل هنا بكام. وفي الاخر وفي الاول هي ارزاق، في الاخر وفي الاول هي ارزاق بتاعت ربنا. يعني ممكن تكون جاي على راتب قليل جدا زي كده، وتلاقي ربنا رزقك من حته ثانيه، ده بتاعت ربنا. الارزاق بتاعت ربنا مش بتاعت حد. فشوف نفسك العروض دي موافقه معاك وكويسه معاك، اتوكل على الله وربنا هيرزقك. مش مناسبه مع شغلك، مش مناسبه مع الدخل اللي انت بتدخله، يبقى خليك مكانك. انما هتسال كتير، هتسمع كلام كتير، هتسمع مناوشات كتير في الموضوع ده. الناس هتقول لك انا بصرف 100، الناس هتقول لك انا بصرف 150، الناس هتقول لك انا بصرف 300 في الشهر. كل واحد على حسب هو بياخد كام. ربنا يرزقكم وربنا يوفقكم، بس اهم حاجه تخلي بالك من النصب. ما تدفعش فلوس لمكتب سفريات غير لما تكون متاكد ان الفيزا هتطلع لك. سلمه صوره الجواز وقول له لما استلم فيزتي تاخد فلوسك. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم، اشوفكم على خير.